السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله دي أو ده تاني ميتنج أونلاين إن شاء الله. زي ما قلنا قبل كده. دوت هيكون بنتكلم عن في بعض الناس بعتوا لي السي فيز، وطبعا في نفس الوقت هنتكلم إن إحنا إيه أصلا المشاكل اللي بتكون متواجدة في السي في، وإزاي نحاول نتفاداها، وليه أصلا دي مشاكل. جميل. وزي ما قلت أنا أي حد بعت لي السي في أنا عملت كات للجزء بتاع الداتا بتاعته كلها من فوق أو من الجنب أيا كان، يعني ما عرفتش أعمل له كات. يعني مش هعرضه بس هقول برضو كانت إيه المشكلة اللي فيه، و at the same time هنقول مثلا ايه كويس وايه الوحش. وبرضه لو حد فيكم على قدر كبير من الخبرة يقدر يفيدنا او يقدر يضيف حاجة وعايز يضيف حاجة، كده كده تقدروا تقولوا في الآراء بتاعتكم، برضه مفيش أي مشكلة. فبعد كل كده سي في هنقول مثلا لو حد حابب يقول مثلا وجهة نظره في حاجة، برضه ممكن يكون صح وممكن يكون مش أكبر قدر من الصحة. جميل. فليت مي كده إن أنا شير السكرين. ماشي خليها كده. جميل نعمل كده. السكرين كده واضحة صح كده؟ اه، تمام يا باشمهندس. اه، تمام يا باشمهندس. جميل. جميل احنا كده كده برضه هنقول ايه الكويس وايه الوحش وكل حاجة. وبرضه في الأول وفي الآخر الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، وبرضه لو حد يقول حاجة يبقى من وجهة نظره الشخصية. فمش هنتكلم يعني لو ايه حاجة صح 100% أو حاجة غلط 100%، عشان نبقى واضحين. بسم الله. أنا أول حاجة لفتت نظري في السي في ده إن هو كان صفحتين بالنسبة للجونيور. هو مفيش حاجة دايما بتقول إن لازم السي في يبقى صفحة واحدة، بس انا من وجهة نظري انا حتى لما باجي ريفيو سي في انا بفضل ان هو يبقى لو حد ما عندوش خبره كبيره. انا حتى شفت ناس ليدرز شركات بس السي في بتاعهم صفحه واحده. فهو دي اول حاجه، وده من وجهة نظري حاجه عامه على السي فيز كلها، ان هي يفضل تبقى صفحه واحده مش صفحتين او مش اكتر من صفحتين، لان في ناس بعت لي اربع او صفحات او حاجات زي كده. جميل. تعالى برضو ناخد ايه الصفحه التانيه تبقى جنبيها بحيث يبقى معانا الاثنين جنب بعض، نقدر برضو ايه نشوف كل حاجه جنب بعض عامله ازاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. باشمهندس، معلش ممكن تعيد اللي حضرتك قلته سريعا كده عشان لسه داخل وكان الميتنج معلق بس. هو ما فيش مشكله ماشي. هو اللي احنا قلناه ان اول حاجه اتكلمنا فيها، احنا لسه قايلين اصلا ما قلناش اي حاجه. احنا اول حاجه قلنا ان السي في يفضل يبقى صفحه واحده، خصوصا لو السي في ده بتاع شخص جونيور. جميل. حتى لو السي في ده بتاع حد سينيور او حد ليد، انا شفت سي فيز بتاعت ناس سينيورز وناس ليد كانت صفحه واحده، وشفت برضو سي فيز بتاعت ناس تانيين ما يقرب مثلا من ثلاث اربع صفحات، عشان نبقى واضحين مع بعض. هل في حاجه معينه بتقول ان لازم يبقى صفحه؟ لا، ما فيش حاجه معينه بتقول كده، بس هو يفضل ان هو يبقى صفحه واحده. ده لبعض الاسباب، انه بيسهل على الشخص اللي بيعمل ريفيو انه ما يزهقش. ان انا داخل اشوف السي في عايز منه حاجه معينه او غرض معين، وده اللي احنا لسه هنقوله برضو في خلال الميتنج. انا ببقى محتاج منك انك تعرض لي الحاجه دي، تبقى اسهل ان انا اشوفها على طول، بدل ما انا ابقى اقعد تايه في حاجات كتير وديسكريبشن كتير، واقعد المفروض ابقى مضطر اقرا عشان افهم الحاجه دي ارضاء لضميري برضو. فدي بتبقى حاجه مش افضل حاجه، ان انت تبقى حاطط كلام كتير جوه السي في. ده كده باختصار شديد. فغير كده انا بالنسبه لي يعني احنا مثلا هو اول حاجه الاوبجيكتيف ماشي، وحاطط الاديوكيشن. جميل. والاكسبيرينس بتاعته حاطط اللي هو فيه انترنشيب، وحاطط اكتيفيتيز كتير اللي هو دوت دوت ودوت. فمفيش مشكله في الكلام ده كله. انا وجهه نظري بس يعني في الاكتيفيتيز كنت ممكن تضيف او كنت ممكن تسيب الحاجه ريليتد بالحاجه اللي انت داخل فيها. يعني انت مثلا هنا في تيدكس كنت انت اندرويد ديفلوبر، فاشتغلت اللي انت عملت ابلكيشن فور ذا اورجانيزيشن. ده حلو جدا. مش محتاج بقى ان انت تحط اللي انت كنت هيد اوف هيومن ريسورسز. انا مش هستفاد بيها في حاجه لو انت واحد مقدم لي اصلا على جونيور اندرويد ديفلوبر. مش الطف حاجه. دي مثلا اي سي بي سي ماشي، دي حلوه. وكمان لو في بوزيشن وانت ضفته هيبقى برضه لطيف. فمثلا دي اول حاجه من وجهه نظري، دي كده ممكن تشيلها ملهاش لازمه. دي كده اول حاجه. الانترنشيب طبعا كده كده حلو وجميل اللي انت حاطط كام لاين بتوضح بيهم حاجه زي كده. في بعض الحاجات اللي زي دي انا مش هتفرق بالنسبه لي لو انت حطيتهم تحت بعض او جنب بعض. انا محتاج اشوف السكيلز. يعني انت لو حاطط كل اتنين جنب بعضيهم ده هيوفر مكان، فدي هتفرق شويه معايا.
لان انا برضه انا ببقى داخل زي ما قلت لك، انا عايز اقرا على طول الحاجه اللي عيني بتقع عليها، مش محتاج ان انا اقعد اشوف الصفحه التانيه فيها ايه. لا، لو صفحه واحده هبص على الصفحه دي وخلصت. جميل جدا كده. انا شايف ان هنا في وصف كبير قوي 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 الجرادويشن بروجكت، مع انك انت حاطط جيت هاب لينك. فانت في الجيت هاب لينك ده انت كنت ممكن تعمل ريدمي محترم، كان بيبروفايد كل الانفورميشن ديت، فكانت هتسهل جدا. زي مثلا انت هنا حاطط تو لاينز لكل حاجه من دولت، فدي حاجه لطيفه. برضو نرجع تاني لنفس المشكله او نفس الحاجه من وجهه نظري، ودي نصيحه حد نصحها لي قبل كده. انا قلت ان انا كنت شغال كول سنتر، فكنت حاطط ان انا شغال كول سنتر وانا بقدم اصلا اي اس انجينير. فحد قال لي طب انت ليه حاطط حاجه زي كده؟ ملهاش لازمه. فالفكره كلها ان انا احط البروجكت المور ريليتد تو التراك اللي انا اللي بقدم عليه. يعني مثلا هنا اندرويد انجينير، مش محتاج اعرف مثلا انت اشتغلت اتش تي ام ال وسي اس اس وبي اتش بي، انت ممكن تحطهم في السكيلز، ممكن تحطهم مثلا في الحاجه اللي انت بروفيشنت فيها، مفيش مشكله تماما. لكن ما تضيفهمش في ان انت عامل بروجكت فيهم وكده. كده كده انت هتسيب لينك الجيت هاب بتاعك في الداتا بتاعتك فوق، والناس هتخش هتعرف اللي انت انت عامل بروجكت بدوت، عامل بروجكت بدوت، ويبدا يشوف هو اصلا جيت هاب. لكن انا هنا انا محتاج اشوف اندرويد بروجكتس انت اشتغلت عليها، اكتر من كونها حاجات ريليتد بالاتش تي ام ال والجافا سكريبت والكلام ده كله. جميل. السكيلز دي لا مانع فيها وتضيفها، مفيش مشكله. لكن في نفس الوقت زي ما قلت لك، خلي الحاجه اللي العين تقع عليها تبقى الحاجه اللي انت قوي فيها، مش حاطط كل الحاجات اللي انا عملتها. دي وجهه نظري باختصار في الموضوع. يعني اللي يتعمل هنا ايه؟ اللي يتعمل ان انا اختصر على نفسي كل دوت. ممكن اقول ان انا الجراديويشن بروجكت بتاعي ده كان كذا، جبت فيه الجريد كذا، والتكنولوجي اللي انت اشتغلت بيها فيه. ده كل اللي انا محتاج اقوله في الجراديويشن بروجكت. وممكن كمان اضيفه مع الاديوكيشن اصلا، عشان ما يبقاش ليه سيكشن كامل لوحده. في البروجكتس لو في اندرويد بروجكتس ضيفها، ما فيش ممكن تضيف التايتلز بتاعت الحاجات دي ومعاها الجيت هاب لينك، ان الناس تخش تتفرج على حاجه زي كده. وفي الجيت هاب لينك او في الجيت هاب تكون حاطط الريدمي الجميل اللي فيه ديسكريبشن محترم، وتكون حاطط فيه كمان ديمو لو عايز تحط ديمو. لو ما ينفعش تعمل ديمو فيديو صغير على الجيت هاب او في الريدمي، انت ممكن تعمل ديمو فيديو وتحطه على اليوتيوب، وتروح حاطط اللينك بتاع اليوتيوب ده عندك في الجيت هاب. فده كده هيخلي الموضوع افضل شويه. دي كده كانت وجهة نظري باختصار عن السي في. لو حد حابب يضيف اي حاجه يقدر يتفضل يقولها معانا برضو دقيقه كده، لو حد حابب يضيف اي حاجه. طب ماشي جميل. هو انا بس عندي استفسار. اتفضل. هو في مثلا بروجكت دي، اكتب مثلا اختصار بسيط البروجكت ده بيعمل ايه بالتكنولوجي، ولا اكتب اختصار بس واسيب اللينك بتاع جيت هاب ويبقى الجيت هاب باين فيه كل التكنولوجي وكل حاجة؟ بص هو على اساس يعني مثلا الحقيقي، ان مثلا الاتش ار لو مش فاهم في التكنولوجيا قوي بس عايز يعرف البروجكت ده شغال ازاي، فاهمني؟ فده اللي قصدي فيه. هي بص هي الاراء اختلفت على الموضوع ده. انا عن نفسي انا بعمل ايه في السي في بتاعي ده اللي انا عامله. انا عامل يعني انا مش كاتب اي حاجه زي كده. انا كل اللي انا عامله ان انا حاطط جيت هاب لينك زي ما ده محطوط كده، وحاطط جنبيه كلمه ديمو. فهو لو مش فاهم اي حاجه زي ما انت بتقول وعايز يخش يتفرج على اللي انا عامله، هيكليك على الديمو، هيفتح له الديمو اللي موجود على اليوتيوب، هيظهر له اللي انا عامله ايه. لو هو فاهم وعايز يبص على الكود، هيكليك على الجيت هاب لينك هيخش على الكود. جميل. في بعض الاوقات لو البروجكت على سكيل كبير وفي فعلا ناس كتير يشتغلوا معاك عليه، يفضل تكتب في سطرين كان ايه الرول بتاعك الواضح في البروجكت دوت، لكن ما يبقاش ديسكريبشن طويل عريض. فاهمني؟ فهي تمام. كيسز يعني حسب كل كيس. تمام فهمت. ماشي جميل. احنا ممكن نقفل دوت ونبدأ نبص على واحد تاني. ده كده I think برضو ان ده كان صفحتين. اه كان صفحتين. ماشي بسم الله. برضو نفس الحاجة. يعني انا اول حاجة بالنسبة لي، انا ليه اقعد اقرأ كل ده عليك؟ يعني هو انت لو كتبت لي سطرين اللي انت بتقدم على جوب ايه،
وحابب تعمل ايه، دي بالنسبه لي كده كفايه. ثواني برضو نفتح الشات عشان لو حد حابب. كان في سؤال طبعا قبل ما نكمل. استفسار. في ناس كتير بتقول ان السي في ما ينفعش يقل عن 13 صفحه، زي مهندس محمد مشرف وكذا شخص. حضرتك تقول ان السي في يبقى صفحه او صفحتين، هنعمل ايه؟ بص، انا اقول لك، هي زي ما قلت هي اراء، وهي زي ما بيقولوا كده مدارس، فكل واحد بيبقى ليه وجهه نظر معينه في الموضوع. انا حاليا بعمل ريفيو لسيفيز وسيفيز لناس كتير جدا، سيفيز ناس هتشتغل. فانا بقول كده بناء على حاجه برضو انا شايفها، وبرضو في شركات مالتي ناشونال مش في شركات مصريه بس. عشان برضو اكون واضح، اللي انا بقوله ده بقوله بناء على حاجه انا شايفها. وبرضو يعني ان شاء الله ده ما يبقى فيه معانا حد تالنت اكوزيشن هيبقى معانا في توك، برضه هيوضح الكلام بطريقه اقوى شويه. لان دول اصلا اللي معظم الوقت بيعملوا الريفيو اكتر واكتر في الفلتريشن اصلا اللي في الاول. فانا بقول ليه ان السي في يبقى صفحه او صفحتين، زي ما قلت قبل كده وهرجع اقول تاني ان ده بيسهل على الشخص اللي بيريفيو. وانا بقولها لك، وده انا بعمله. انا لو فتحت سي في ولقيته 13 صفحه انا مش هكمل فيه، انا هقفله وخلاص، انا مش هبص اصلا على الباقي. اصل ليه انا مثلا ايه اللي موجود مثلا يخليني اعمل سي في 13 صفحه؟ يعني ما ايه فايده الانترفيو؟ ما خلاص بقى انت تاخد كل حاجه في السي في. يعني دي الفكره في كده. يعني برضو لازم نفكر في الكلام. اصل بص هقول لك على حاجه، لو انت هتفولو، ما بتكلمش طبعا عن حد شخص بعينه، زي ما تقول مثلا في حد كان قال كذا بعينه، ما بتكلمش عن شخص بعينه. ما بقولكش تفولو اللي انا بقوله ولا تفولو اللي الشخص الثاني بيقوله. انت بتاخد من كل واحد، وفي الاخر انت بتشوف وجهه نظرك انت ايه كشخص. حط نفسك مكان الشخص اللي بيبص على السي في. هل انت هيبقى ليك خلق لو انت مثلا عندك 100 سي في ان انت تبص على واحد منهم يبقى 13 صفحه؟ لازم برضو نعقل الكلام. حاول تبص انت، او حاول تحط نفسك في الموضوع ده، وانت بنفسك هتفكر ان انا اكيد مش هبص حتى لو السي في بتاعي، مش هبص عليه لو 13 صفحه. فدي برضو وجهه نظر، ودي ما زلت بقول وجهه نظري الشخصيه. نرجع تاني. انا حاطط هنا ليه كل ده؟ يعني يعني مع احترامي الكامل، هو ده حد اسمه خالد. الحمد لله احنا مش ما فيش اسماء كتير، يعني انا ما خدتش بالي اصلا ان الاسم محطوط هنا. بس يعني دي حاجه برضو نحطها في الحسبان، انا مش محتاج اشوف اسمك في الاباوت مي، انت اوريدي حاطط اسمك كده كده في اول السي في فوق. فليه تحط لي اسمك في نص السي في؟ دي حاجه برضو، او في الاباوت مي. دي حاجه انا هنا مش محتاج اللي انت تقول لي كل ده. انت ممكن كل اللي تقوله اللي انا واحد لسه مثلا فريش جرادويت وبسيرش على جوب كاي اس انجينير، وان انا مثلا عندي خبره مثلا على سبيل المثال 6 شهور. بس انت كده انت بينت للشخص انت ايه الاوبجيكتيف بتاعك، ايه اللي انت عايزه اصلا من اللي انت بتقدم على الشغل ده. دي اول حاجه. تاني حاجه، ليه السبيسز دي كلها؟ يعني ليه الموضوع يبقى واسع كده؟ ما انا ممكن عادي تبقى الحاجه تحت بعضيها بشكل منظم، وانت هنا حتى عامل كده، انت حاطط الحاجه تحت بعض وشكلها لطيف شويه والدنيا جميله. فليه ابقى مخلي الدنيا واسعه قوي كده؟ انت اللي انت عامله ده ممكن تعمله في نص المسافه دي. فدي برضو حاجه تانية انت ممكن تعملها. نيجي هنا نبص على السكشن ده. ده هنا سكشن البروجكتس، نفس الكلام. كل بروجكت يبقى عليه سطرين. يعني هنا ده جميل قوي كده، ده مثلا عليه سطرين. ويفضل حاجه تانية، يبقى اي حاجه بتضيفها تبقى سوليد بوينتس. يعني مثلا انا الميديا فايندر، انا ده مثلا عملت فيه واحد اتنين نقطتين، رقم واحد كذا، رقم اتنين كذا، الجيت هاب لينك اهو، الديمو لينك اهو. بس ليه سوليد بوينتس او ليه تبقى بوينتس مترتبه؟ عشان لما الشخص عينه بتقع على النقط دي بتبقى حاجه افضل. انا شايف ان في حاجه منظمه قدامي، هاخد اللي انا عايزه منها واتكل على الله. فدي بتبقى حاجه افضل شويه، ودي برضو من وجهه نظري. ده كده على كله. وحاجه كمان، انا مش بحط كل البروجكتس اللي انا عملتها، عشان برضو نبقى واضحين مع بعض. انا بحط البروجكتس اللي انا شايف ان دي اقوى بروجكتس تؤهلني ان انا اشتغل في مكان. فانا مثلا على سبيل المثال انا عامل 10 بروجكتس، منهم مثلا 4 على الاب ستور ومنهم 6 على جيت هاب. انا اول حاجه اكون حاططها فوق، اكون حاطط اول 4 بتوع الاب ستور واقوى 2 في الجيت هاب مثلا. ده على سبيل المثال، هي مش مرتبطه برقم معين. بس انا من الاخر انا عن نفسي انا بحكمها بحجم السي في بتاعي، انا عايزه يبقى صفحه واحده. فانا هقدر الكنترول الصفحه الواحده دي بان انا احط 4 من الاب ستور واثنين من العادي، او اثنين من جيت هاب. فده مثلا بالنسبه لنا. فهي دي برضو
هتبقى افضل شويه لو انت اخترت اقوى 6 ابلكيشنز او اقوى مثلا 4 ابلكيشنز حسب حجم السي في انت عايزه يبقى عامل ازاي، وتحطهم بالترتيب اللي انت شايفه من الاقوى للاقل. جميل. السكيلز هنا برضو جميل، مفيش فيها اي حاجه، بس برضو كان هيبقى افضل لو كنت خليتهم اقرب لبعض شويه، ومثلا تحط لي 3 مثلا. انا عن نفسي انا ما شفتش ان دي لانجوجز موجوده هنا، يعني انا ما شفتش ان دي موجوده هنا اصلا. فاللانجوجز دايما بتبقى سيكشن لوحدها بحيث تبقى اوضح شويه. ده كده وجهه نظري. وممكن في بعض الويب سايتس بتعمل لك اتاحه ان انت تعمل كونكاتينيت للاثنين سي في او للصفحتين يبقوا مع بعضهم في صفحه واحده، برضه يبقى بشكل منظم وشكل لطيف يعني. فده كده كان وجهه نظري برضه على ده. فهل حد عنده او حابب يضيف اي حاجه تانية؟ باشمهندس معلش عندي سؤال. اتفضل. بالنسبة للجونيور هل هو مطالب إن هو يفولو يعني هي زي ما باشمهندس كاتب إنه كاتب ديزاين باترنز كلين اركتكتشر سوليد برنسبل، هل كحد جونيور هو مطالب إنه يفولو الحاجات دي إنه يبقى بروفيشنال مثلا أو مش بروفيشنال بس يبقى فاهم وكده عشان ممكن يتسأل فيها؟ بص، هي يعني مش هقول لك كلين اركتكتشر من الاساسيات، بس هقول لك الديزاين باترن تعتبر من الاساسيات. فلو انت بتقدم في الاول الديزاين باترن تديك برضو حته قويه شويه عن الناس تانيين، خصوصا ان في شركات كتير بتسال فيها سواء انت جونيور او حتى فريش، لانه بيعتمد ان الشخص اللي داخلي ده لو هو مثلا معاه اديوكيشن من كليه زي حاسبات او هندسه، مثلا هندسه كمبيوتر، فبيبقى شايف ان هو دي المفروض حاجه تبقى اساسيه عندك اصلا. فهي الفكره في كده. الكلين اركتكتشر هي حاجه قد تبدو ادفانسد شويه عن السوليد برنسبلز، عن سوري عن الديزاين باترنز. بس نفس الكلام على السوليد برضو. السوليد انت المفروض تبقى عارفها من وانت اصلا في الكليه، المفروض بتدرس الحاجات دي. طب حد يقول انا مش خريج اصلا حاسبات، هنقول لك دايما الناس بتقول ان انت يفضل تبدا بقوه شويه فتبدا بالحاجات دي. طب انا والله ما عنديش وقت، حابب اتعلم التكنولوجي الاول. اتعلم التكنولوجي الاول وخلي نفسك قوي فيها قبل ما تقدم على شغل. يفضل يبقى عندك خلفيه عن الحاجات اللي احنا بنقولها دي، سواء الديزاين باترن او السوليد برنسبلز، عشان لما تخش انترفيو لو تعرضت ليها تبقى انت قوي بالكونسبت دوت بيقول ايه. لكن دي مش حاجات بروفيشنال، بالعكس دي حاجات فعلا من الاساسيات، سواء او بي كونسبتس، سواء سوليد برنسبلز، سواء ديزاين باترنز. الحاجات دي كلها تعتبر من الاساسيات اللي يفضل ان اي حد يتعلمها. وحاجه تانية مهمه، انت وانس ان انت حطيت حاجه زي كده في السي في، فده معناه ان انت متمكن منها ومستعد ان انت تتسال عليها في اي وقت. فلو حد سالك عليها في الانترفيو وانت جاوبت غلط، او مش جاوبت غلط، كده كده اي حد فينا معرض ان هو جاوب غلط، فاتيت يعني باختصار شديد فاتيت، فده برضو مش تبقى افضل حاجه ليك، عشان برضو نبقى واضحين مع بعض. ده كده جاوب على سؤالك ولا حابب تسال على حاجه تانية؟ اه تمام، شكرا شكرا حضرتك. ماشي، شكرا لله. جميل. كومنت اخير. هنا لو حد واخد باله اللينكس معموله باللون الاصفر، وبرضه انا وجهه نظري اللون الاصفر قريب شويه للون الابيض، فدي مش افضل حاجه للعين. هي دايما اللينكس اصلا بتبقى معروفه اللي بتبقى باللون الازرق زي ما انت حاطط هنا. انت ليه حاطط هنا لون ازرق وهنا لون اصفر؟ فيفضل ان يعني يبقى كله موحد الالوان، مش محتاج الوان كتير. هي دايما السي حتى دايما الناس تقول لك مش محتاج انت تعمل ديزاين واشكال وكده ومش عارف ايه. هو لونين يبقوا موجودين في السي في ثابتين وخلاص كده انت كده خلصت. يعني حتى لو هتختار لون تالت يبقى لون اوضح شويه مع اللون الابيض، ما يبقاش لون قريب لدرجه اللون الابيض. دي برضو حاجه تانية. طب ده بالنسبة كده ممكن للكورسز عند الانترنشيبس، تقول. المفروض الانترنشيب دي تبقى فوق لأن هي من أكتوبر لنوفمبر، وفوقيه في من internship. سبتمبر ليونيو التاريخ يعني. بتكلم على ترتيب التاريخ. اه، على ترتيب التواريخ اللي هو هنا في كورس اند internships اه 20 22 20 22 22. اه، ده فعلا المفروض الاجدد بيبقى فوق، وبعد كده في الاقل في الاقل في الاقل. يعني برضه في الشغل انت بتبدا من الاجدد وتنزل. انا فعلا ما خدتش بالي من دي. فدي برضه مش افضل حاجه ان هي تبقى موجوده. التنظيم برضه بيبقى حلو شويه، لان برضه الشخص بقى عايز يشوف انت اخر حاجه ليك ايه، وبعد كده ايه اللي ممكن يبقى موجود بعديه. طب ممكن يا باشمهندس السي في معين نمشي عليه مثلا يبقى مرجع ليه؟
بص يا عمر، زي ما قلت لك هو الحوار مختلف. يعني انت ممكن تلاقي السيفيز مختلفه باشكال مختلفه، وممكن تلاقي ناس في شركات عالميه عاملين سيفيز بطريقه تانيه. هي دي الفكره. يعني في مره كنت برضو بتناقش مع حد على لينكد ان في حاجه زي كده، كان حد ما شاء الله كان شغال في جوجل وامازون. فالفكره برضو نفس الموضوع، ان هو بقول له طب مثلا هو كان بيقول انه يفضل تبقى كاتب بوضوح في الشغل عندك او في اي اكسبيرينس عندك مثلا اللي انت عامله. في الاخر انا قلت له انا من وجهه نظري كواحد داخل اعمل ريفيو للسي في، انا مش محتاج اشوف كل اللي هو عمله، محتاج اشوف نقطتين سوليد بوينتس كده الراجل ده عمل واحد اتنين بس. وفي الانترفيو المفروض بطلع منك كل الكلام ده اصلا. لو انت بتميت الكريتيريا بتاعتي في السي في انا هدخلك معايا انترفيو. فالفكره في كده. وهنا ده حد شغال في جوجل او امازون، وانا مثلا ما اشتغلش في حاجه زي كده، بس وجهات النظر اختلفت. فانا مش هقدر اديك حاجه مرجع تمشي عليها في حاجه زي كده، هبقى بكذب عليك لو قلت لك خد ده وده الصح وده الجميل، عشان نبقى برضه واضحين مع بعض. ولو عايز سامبلز، انا كده كده كنت عامل توك قبل كده مع باشمهندس محمد الزناتي تقريبا، وكنت حاطط السي في بتاعه، وده سينيور تيك ليد في فويس، وكنت حاطط السي في بتاعه. وباي ذا واي كان صفحه واحده في ديسكربشن الفيديو برضو، ممكن ابقى ابعته لكم بعد ما نخلص على الديسكورد. فما فيش مشكله، وممكن برضو اسيب لكم في ديسكربشن الفيديو دوت لما ينزل ان شاء الله على اليوتيوب. فما فيش مشكله. بس هرجع اقولها تاني، مش معنى كده ان ده مرجع ليك، معنى كده ان انت ممكن تبص عليه وتاخد منه النقاط الكويسه فيه. زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها ده الاصح وده الغلط، لا، في ان انا بشوف كله عامل ازاي واحاول اطلع حاجه هي دي فعلا اللي هتفرق معايا في الشغل. في اي كومنتس تانية يا شباب؟ ماشي نقفل دوت. هو حضرتك هنا هو ضايف الكورسات وسط الانترنشيبس، مم. فهل من الطبيعي ان هو يضيف الكورسز وسط الشغل او وسط الحاجات اللي هو المفروض عملها؟ دي دبلومه، دي هنا دي انترنشيب، بوت كامب، كورس، كورس. لا مش صح. بصوا يا شباب، انا برضو ما خدتش بالي من الموضوع ده. هنا فعلا زي ما هو بيقول كده، يعني دي اول حاجه هنا الانترنشيب تعتبر اكسبيرينس، فانا ما ينفعش احط الانترنشيب مع الكورس. ونفس الكلام بتاع الكورسز بينطبق على الكلام بتاع البروجكت بتاعتي. انا برضو مش لازم اضيف كل الكورسز اللي انا خدتها، خصوصا لو كله في نفس الحاجه. يعني مثلا هنا هنتكلم مثلا ان انا عندي ايه. هنا على سبيل المثال ده بوت كامب، ده هنا انت بتتكلم ان انت خدت حاجه في يو اي كيت اند سويفت يو اي. هنا دوت بتتكلم ان انت برضو خدت حاجه عن سويفت يو اي. هنا انت حاطط اصلا اندرويد ديفلوبمنت. هنرجع تاني نفس المشكله اللي قلناها قبل كده. المشكله هنا احنا بنتكلم ان انا مش محتاج ان انت تحط لي حاجه نوت ريليتد بالفيلد اللي انت مقدم عليه. دلوقتي انت مقدم واحد اي او اس، ليه ضايف لي اندرويد؟ فدي كده اول حاجه. تاني حاجه، انا مثلا عندي الكورس ده سويفت يو اي، والكورس ده اوريدي كان جواه سويفت يو اي. وعندي هنا برضو ان في تقريبا آه، ده دبلومه برضو، وفيها برضو يو اي كيت. فانا في الاخر كده انا هشوف ايه اللي انا شايفه افضل من وجهه نظري في الكورسز الثلاثه دولت، واخد مثلا منهم واحد يكون ريليتد بالاي او اس ديفلوبمنت واكون ضايفه، واكون ضايف اللي تحتيه. اسيبهم، مش بقول لك شيلهم، بس مش محتاج الديسكربشن ده كله. هكتب ان انا خدت كورس. دي كده اول بوينت من ناحيه الحاجات اللي تبقى متعاده تاني. من ناحيه الانترنشيب دي تعتبر زي ما قلنا اكسبيرينس، فانا الاكسبيرينس بتاعتي دي هضيفها عادي في السكشن بعد الاديوكيشن. اعمل سكشن هنا يبقى اسمه اكسبيرينس، بعديها اضيف الكورسز. في ناس كمان بتفضل ان انت تضيف الاديوكيشن الاكسبيرينس بعد كده البروجكتس، وفي الاخر خالص يبقى في اصلا الكورسز. ده من ناحيه برضو التقسيمه بتاعت الحاجه دي بتبقى عامله ازاي. شكرا للي وضح لي برضه عشان ما كنتش واخد بالي منها. العفو يا باشمهندس. في اي حاجه تاني؟ ده كده مفيش اي حاجه تانية. برضو حاجه اخيره، اللي انت ممكن لو في حاجه شايف اللي هي مختلفه ما بين كورس والتاني ممكن توضحها، بس تبقى في نقطه. يعني على سبيل المثال، انت هنا شفت حاجه مكتوب فيها واتش او اس.
جميل. فانت فعلا لو عملت حاجه للواتش او اس هنا ما عملتهاش هنا، فانت ممكن تضيف اللي انت هنا فعلا عملت ابلكيشن للواتش او اس. فاهمني؟ بس انت كده كتبت حاجه بتوري ان في ديفرنس اصلا ما بين ده وما بين ده. هي الفكره في كده. بس انا ما بقاش ضايف حاجات كتير ذاكرتي فيها نفس الحاجه، مش تبقى حاجه مش افضل حاجه ان انا الاقي واحد طب ما انت كده بتاخد كورس في نفس الحاجه، انا كده استفدت ايه؟ فدي برضو ممكن تبقى نقطه ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. ممكن واحد تاني مثلا يبص لها ان الشخص ده ايه، لا ده هو بياخد نفس الكورس في نفس الحاجه وما بيعملش اي حاجه جديده، انا كده استفدت ايه من اللي هو بيعمله ده؟ هو بيضيع وقته على الفاضي. في شخص اللي ممكن يشوف ده بيحاول يتعلم حاجه جديده، بس هو مش هيعرف يتعلم حاجه جديده لحد ما انت تبقى موضح هنا ان في حاجه هنا جديده مختلفه عن الكورس الباقي انت اتعلمتها. ده كده بالنسبه لدوت. تعالوا كده نشيل دوت ونشوف. بسم الله. ده برضه صفحتين، برضه صفحتين. ماشي. انا من وجهة نظري، او انا من الناس اللي بتفضل ان في اول السي في يبقى في سيكشن كده فيه سطرين اللي هو about me او الاوبجيكتيف بتاعك. السي في ده ما كانش فيه حاجه زي كده، ودي وجهة نظري. لان انا برضه محتاج اخش مثلا بقعد مثلا اشوف ايه، طب الراجل ده مثلا هنا خبره من مثلا في 2022 6 شهور، وهنا مثلا 6 شهور، وهنا كمان 6 شهور، وهنا 7، اقعد اجمع هو الراجل ده خبره قد ايه عشان اعرف هو في الاخر كام سنه خبره. فمش حاجه الطف حاجه، لا في الافضل انت فوق تبقى حاطط لي كده زي ما قلنا. انا مثلا بدور على وظيفه كذا، وانا عدد سنين من الخبره، والله عدد السنين كذا. بس يعني هي دي بتفرق شويه. هنا دي الاكسبيرينس اول حاجه حاططها. جميل. حاطط ان هو كان في شركه كذا كذا، وحاطط برضه في كام سطر هو كان بيعمل ايه. ماشي. في البروجيكتس حاطط اللينكات. م- 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 ماشي. احنا نبص كده بصة سريعة، بعد كده نرجع نقول لو في كومنت. ماشي. هقول يعني هاخدهم كده من الآخر. أنا أول حاجة من وجهة نظري أنا مش بعترف بالسوفت سكيلز، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض. السوفت، أنا دلوقتي أنت واحد مقدم على سبيل المثال، مثلا لو أنا شايفه ده كده صح، يبقى أنت مثلا شغال فلاتر، فأنت واحد مقدم على فلاتر انجينير. ففلاتر انجينير انا استفدت ايه؟ اللي انت عارف باوربوينت واكسل وورد، فانا مش هتفيدني في حاجه. انت كده كده واحد شغال في الكودينج، فهنا انت كاتب رايت فاست، فما كده كده وسبوز ان اي حد شغال في الكودينج اصلا بيكتب بسرعه، حتى لو مش بسرعه واو، بس بيكون عنده ان هو بايده بيكتب بسرعه شويه. فدي كده اول حاجه، دي كده بالنسبه لي او وجهه نظري الشخصيه انا مش شايف ان لها اي لازمه. نفس الكلام للناس اللي بتكتب ان انا تيم وركر وهارد وركر، ورك اندر بريشر والكلام ده كله. ده في نفس الجزئيه بتاعت اللي انا مش محتاج اشوفها في السي في. انا مش مستفاد حاجه بحاجه زي كده. جميل. نيجي هنا اللي انت هوتل تاسك. هنا الاديوكيشن. ماشي. يعني انا شايف الاديوكيشن هنا تمام. اللايف ابس ده جميل، انا ما عنديش مشكله. تقريبا اللايف ابس دولت في حاجه منهم هنا؟ لا، مش مفيش حاجه منهم هنا. ماشي. زي ما قلنا، انا ما اعرفش دولت، يعني هل دولت لو دولت على الاب ستور، افضل مثلا كنت تعمل داش جنب اسم الاب مثلا ان ده موجود على الاب ستور. دي بتدي انطباع افضل برضو ان انا شايف ان ده اوريدي ابلكيشن على الاب ستور. انا عارف ان لايف ابس معناها على الاب ستور، بس هنرجع تاني لنقطه ان لو ده مش حد مش فاهم تكنيكال، فممكن بالنسبه له ابقى عايز يفهم ان دي على الاب ستور. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا شايف ان هنا انا مش عارف، انا بس اللي حاسس كده ولا ايه، بس حاسس ان هنا الخط كبير. حاسس ان الموضوع كبير شويه، ان انت مالي كلام كتير. انا بالنسبه لي برضو لو كان هما السطرين، يعني ده مثلا اي كوميرس اب، بيهندل بيهندل الانتراكشنز
وبعد كده هروح حاطط اللينك بتاعه. بعد كده اي حاجه تانية زي ما قلنا، طالما ده حاجه على جيت هاب تضيفها في الريدمي، ما عنديش مشكله، ارغي زي ما انت عايز في الريدمي، ووضح كل الديتيلز اللي انت عايز توضحها. زي ما قلنا السي في ده بتبقى حاجه، وانا افترض ان هي ممكن يكون ناس حد مش تكنيكال بيبص عليها، فبالنسبه له خلاص انا خلصت كده وهتكل على الله، مش عايز اشوف رغي كتير وحاجات هو مش فاهمها. جميل. فانت هتحط له كده، عايز توصف او حاجه تبقى صوره، حط له ديمو، حط له فيديو، برضه تبقى حاجه لطيفه. ده نفس الكلام على الباقي كله. دي برضه وجهه نظري. انا يعني ببريفير ان الاديوكيشن يبقى قبل الاكسبيرينس، بحيث ان احنا نبقى ماشيين بالسيكونس المظبوط اللي كان في الحياه. هو الاول بعرفك على نفسي، بعد كده ده تعليمي، بعد كده الاكسبيرينس بتاعتي كذا. في ناس تانية بتقول لا، ان يفضل الاكسبيرينس يبقى موجود قبل الاديوكيشن. فلو اتكلمنا على الترتيب ما بينهم عادي، ممكن ده وممكن ده، عشان ما حدش يقول طب انا في الاخر اعمل ايه، عشان برضه نبقى واضحين مع بعض. زي ما قلنا هي مدارس وبتختلف من اشخاص لاشخاص تانية. ده كده من وجهة نظري هنا. انا اللينكس بالنسبه لي بتبقى افضل لو خليناها كلمه واحده وكليك عليها، انت اوريدي عامل حاجه زي كده هنا، فانت ليه ما عملتهاش هنا؟ فدي برضو مش افضل حاجه. آه احنا قلنا الكورسز تمام، ماشي، والسيرتيفيكتس تمام، ماشي. MSP on Flutter Development، NASA Space Apps Competition. ماشي جميل، مش مشكلة. بس نرجع تاني، لو انت بتقدم على فلاتر يبقى البروجكت دوت ملوش لازمة، خصوصا ان انت مش حاطط له اي لينك في اي حاجة. حاجة كمان، انا من وجهة نظري بروجكت من غير لينك مش بروجكت، ملوش اي لازمة. يعني عشان نبقى واضحين مع بعض، ما هتقولي بقى اتمسح من على اللاب، ضاع مني، كان في الكلية وضاعت الريسورسز، ما تحطهاش، عشان ما تحطش نفسك في موقف مش لطيف ان انت تخش الانترفيو يقول لك طب انت ليه حاطط حاجة انت مش معاك السورس بتاعها. ما ممكن عادي بقى لو كده اي حد يضيف اي حاجة، انا مش قصدي اعيب في شخص معين عشان عامل السي في وضيف الحاجة دي، لا انا بوضح كونسيبت عام، ان الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو مش عارفك، فبالنسبه له لا، ما ممكن اي حد عادي يضيف اي حاجه في السي في بقى بالمنظر ده، ودي مش حاجه كويسه. في حد طب خد باله من حاجه تانية انا مش شايفها برضو؟ ممكن نبص على الترتيب. هو اوريدي دي بروجكت كلهم في نفس الوقت، من جون لمارش، جون لمارش. ده هنا من جولاي لابريل. مم، يعني هل معنى كده برضو ده اللي انا فاهمه، ان من جون لمارش ومن جولاي لابريل، معنى كده انت كنت شغال على الاثنين في نفس الوقت؟ ماشي. بص يعني في بعض الاوقات يفضل انت تبقى حاطط برضو زي لايف تايم كده للحاجه بتاعتك. يعني على سبيل المثال، انا مثلا اشتغلت على دوت من اكتوبر 21 ل... لجون مثلا 22، فمثلا اللي بعده يبقى مثلا هيبدا من جون 22 لفبراير. لكن شغال على كل مره واحده خلاص ما احطش تواريخ، طالما انا شغال على كله في نفس الوقت. بس لا كده يعني، وانا مش محتاج ان اعرف البروجكت دوت طالما هو مش بروجكت لايف على الاب ستور، اللي انت يعني ما كنتش عامله في فريلانسنج، لان في فريلانسنج انا بعتمد على تايم فريم معين، اللي انت مثلا على سبيل المثال انت خدت البروجكت ده في خلال 3 شهور خلصته، فوالله انا خلصت البروجكت ده وحطيته في الوقت الفلاني، فوقتها دي بتفرق. لكن بالنسبه لي طالما البروجكت موجود على جيت هاب، مش بالضروري عادي ان انت تحط اللينك بتاعك لو انت مش عايز التايم، لو انت مش عايز تحط التايم فريم. دي برضو حاجه تانيه، كده كده اوريدي اصلا البروجكت بيبقى موجود على جيت هاب، بيبقى ينفع اي حد يشوف في الديت اللي كان معمول في البروجكت امتى. دي كده برضو حاجه اخيره. بس كده دي وجهه نظر على ده. لو حد عنده اي كومنت تاني يقدر برضو يتفضل يقوله. هو أنا عندي سؤال غريب شوية. هو موضوع اللينك ده اللي هو مكتوب في البروجكت، تمام. سمعت حد بيقول إن نسيب اللينك زي كده مثلا عشان لو حد طبعه هارد كوبي وكده، فهل ده صح ولا ملهاش علاقة؟ بص انا ما شفتش حد في التراك عندنا بيبقى حاجه هارد كوبي بقاله كتير جدا، فما اعرفش اصلا هل الموضوع ده لسه موجود ولا لا. لا، هو أنا سمعته بس الصراحة بتأكد يعني. بس لو ده لسه موجود، فانت ممكن تعمل حاجه زي كده
يعني ممكن انا عن نفسي انا ممكن اعمل اثنين سيبريتد سي في، واحد يبقى فيه لينكس كده والتاني ما يبقاش فيه. اصل الموضوع مش هياخد منك وقت ان انت تعمل كوبي وتعدل اللينك تخليه كامل. لو انت مثلا، بس انت برضه في نفس الوقت انت بتقدم، انا مش عارف ده هياخد منه هارد كوبي ولا مش هياخد منه هارد كوبي. وبعدين برضه حتى لو هياخد منه هارد كوبي فكده كده مش هتفرق يعني. يعني هو اكيد مش هيقعد ينقل اللينك عشان يشوف البروجكت بتاعك. لو حد عايز يخش على الكود هيقول لها ابعتي لي الفايل بي دي اف على طول. ممكن يعمل برضه كيو ار كود. انا كنت عاملها قبل كده في ممكن جوب فير. ممكن يعمل كيو ار كود، تبقى مور انتو ذا بورتفوليو يعني، ما بتبقاش هنا بس. ماشي، هي فكره حلوه، انا ما جربتش قبل كده اعملها عشان اكون صريح، بس يعني الفكره عجبتني. تمام، شكرا. شكرا لله. حاجه تانية انا برضو خدت بالي منها هنا، ان دوت اوريدي موجود على الاب ستور. فزي ما قلنا خلي ترتيب البروجكتس يعني يبقى بالترتيب الاقوى. انا من وجهه نظري حاجه مرتوبه موجوده على الاب ستور هتبقى افضل بالنسبه لي من حاجه موجوده على جيت هاب. دي اللي محتاج اشوفها في الاول. انت حطيتها هنا في النص محدش هياخد باله منها، وخصوصا ان انت سايب اللينك كامل، فانا حتى ما خدتش بالي ان دي مثلا جوجل بلاي ولا اي حاجه زي كده. انا كنت شفتها دلوقتي بالصدفه. فبرضو دي حاجه من الحاجات اللي يفضل اللي انت تعملها. آه. اي هو حاجه أنا عندي تانية؟ سؤال. اتفضل. هو موضوع التواريخ على البروجيكتس دي، هل هي فعلا يعني مثلا مهم إن أنا أحطها، ولا لو أنا اكتفيت إن أنا أكتب التايتل وجملتين كده صغيرين واللينك يبقى تمام؟ انا كنت لسه بقول من شويه ان مش لازم تكتب التايم فريم بتاعك، لازم تكتب التواريخ في البروجكتس دي، أه، في الا البروجكت. لو ده كان حاجه فريلانسنج او حاجه موجوده على اب ستور. انا ليه بكتب هو كان من الى؟ عشان اوضح للشخص دوت، خصوصا لو حاجه فريلانسنج عشان نكون واضحين مع بعض. لو حاجه في شركه انت كده بتبقى ملتزم بالوقت ده مع الشركه، فانا كده كده عادي يعني. في تايم فريم ما بيننا وبين الشركه، هو ده اللي انا الوقت اللي بخرجته فيه. لكن لو انت هتكتب جنب البروجكت ان ده فريلانسنج فانت يعني ده بيفرق. يعني لو حد بيشوف السي في بتاعك عشان يقيمك كفريلانسر، بيقيس على مدى البرفورمانس بتاعك خلال الوقت ده كان عامل ازاي. على سبيل المثال، مثلا البروجكت هيطلب منك خلال 3 شهور، انت لو حاطط الابلكيشن اللي انت عملته فريلانسنج دوت خلص منك خلال ال3 شهور دولت، فده هيفرق معاه برضه. هو بيشوف الراجل ده عارف يخلص في خلال الوقت ده ولا لا. ولو تمام. حد عنده خبره في الفريلانسنج هيلاقي فيها تطلب حاجات خزعبليه ويطلب منك حاجات في شهر وشهر ونص. فهو بقى عايز يشوف هل انت فعلا تبقى مناسب مع حاجه زي كده ولا لا. تمام، شكرا يا باشمهندس. الشكر لله. ممكن برضه نكلوز دوت، ولو حد عنده كومنت او فكر في حاجه يبقى يقول لنا نبقى نرجعه تاني. بص كده. لا 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 لا، ثواني. لا ما عملناهوش كروب. ماشي، هنخليه كده حاليا. عندنا كده هنا في الإديوكيشن، في السكيلز، الورك اكسبيرينس. ماشي ماشي ماشي. م- 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 م. هي دي السكيلز برضو اللي كنا بنقول عليها، ان انا هنا ما بقاش قايل ان انا مايكروسوفت اوفيس كوميونيكيشن سكيلز اناليتيك. الكلام ده كله ده انا مش محتاج حاجه زي كده في حد اوريدي مقدم مثلا على حاجه تكنيكال. يعني المفروض الحاجات دي باي ديفولت تبقى عند اي حد في الكارير، ودي برضه وجهه نظري الشخصيه. فمش محتاج ان انا اشوفها اصلا عندي. زي ما قلنا قبل كده، يفضل ان انا يبقى عندي سيكشن فوق كده اللي هو زي اوبجكتيف او اباوت مي، ويكون مثلا بيقول الموضوع ده ماشي ازاي، او انا مثلا شخص انا بدور على شغل في كذا، انا خبره في الكارير بتاعي كذا and so on. هنا الترتيب بتاع الجوبس دي موجود زي ما قلنا. الكاستمر سيرفيس والحاجات اللي زي كده مش محتاج ان انا احطها، دي ملهاش اي لازمه تماما. انا كنت واحد شغال كول سنتر قبل كده، كنت حاطط حاجه زي دي واتقال لي كده، فانا من ساعتها انا ما حطيتهاش تاني في السي في. ممكن اكون سايبها على لينكد ان، ممكن اكون سايبها كحاجه ان انا اشتغلت الحاجه دي قبل كده، ليس الا خصوصا لو حاجه كاستمر سيرفيس او حاجه زي كده، حاجه مش ريليتد بالتراك.
يعني مثلا على سبيل المثال واحد اي او اس، كنت شغال مثلا قبل كده اندرويد، فدي عادي اضيفها في السي في، لكن ما بقاش شغال كول سنتر وبقيت مثلا دلوقتي شغال في الكارير او في التكنيكال، واقول ان انا كنت شغال كول سنتر قبل كده، مش هيبقى ليها اي لازمه. ماشي، هنا كاتبين حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. جميل. التكنيكال نوليدج. ماشي ماشي. انا شايف انه حتى الان يعني يعتبر كويس جدا. هو بس الجزء بتاع السكيلز ده هنا ملوش لازمه، احنا ممكن نشيله ونضيف مكانه الجزء بتاع الاوبجكتيفز، اللي هو او الكارير باث بتاعي انا عايز اعمل ايه. برضو دي وجهة نظري، لو حد عنده وجهة نظر تانية يقدر يقولها. جميل. هنا برضو في الانفورميشن تكنولوجي يفضل الجراديشن بروجكت يكون محطوط، انا مش شايف ان في اي حاجة بتتكلم عليه، فلو كده يفضل يبقى موجود. وان شاء الله قدام لو في او الكارير زاد ديت مش هيبقى لها لازمة بالنسبة لنا، حتة الفولنتيرنج والكلام ده دوت احنا بنبقى حاطينه في الاول لما بنكون مثلا لسه متخرجين من الكليه، عشان بيدي انطباع حلو ان انا تيم وركر وان انا عندي حاجه زي كده. بس كده كده اصلا الادفايس اللي موجوده للناس اللي في الكليه كلهم دلوقتي ان هم يحاولوا ياخدوا انترنشيب. فلو انت خدت انترنشيب حتى وانت في الكليه، فالانترنشيب انت تاخدها لما تضيفها في السي في هتعوض اصلا الكلام ده كله. الا لو انت فعلا مثلا حد كان نفسك تشتغل هيومن ريسورسز مثلا في اي مكان، اتش ار في اي مكان، فدي برضو هتفرق شويه. رجع ده كده هنا تاني. اه لا، هي اوريدي حاطه فوق خالص اوبجيكتيف، فلا انا كده يعني، بس هو عشان موجود في النص ما بين الحاجه وبين الداتا، فعشان كده ما كانش ظاهر. هو انا شايف ان لا، لو كده هيبقى، هو انا شايف السي في كويس جدا، هو بس الجزء بتاع السكيلز دوت مش افضل حاجه، ممكن هو التكنيكال نوليدج هتبقى كفايه. ده كده وجهه نظري عن دوت. مش عارف هل في صفحه تانية واحنا ما خدناش بالنا منها، ولا ده سي في تاني؟ لا، ده سي في تاني. ماشي. ده كده ضم. ده ليه صفحة أخرى ولا هو ده بس كده؟ آه. ده كده لأ، يبقى دوت ماشي. يبقى احنا الأول خلينا في ده وبعد كده نرجع للتاني. بسم الله. عندنا هنا موبايل اب ديفلوبمنت انترنشيب، يوزر انترفيس ديزاينر، volunteering, education, honors and awards, soft skills, hard skills. بص انا يعني اول حاجه انا مش عارف هل فعلا التكنيكال سكيلز اسمها هارد سكيلز ولا لا، عشان برضو ما اقولكش لا ما اسمهاش كده فاطلع غلط. فدي انا مش شور about it يعني. حاجة كمان. مم، ماشي. الاونرز هنا ما فيهاش مشكلة، والإديوكيشن كمان ما فيهوش مشكلة. بس أنا وجهة نظري إن أنا حاسس إن يعني الإكسبيرينس ديت كان يفضل اللي أنت تضيف فيها زي ما قلنا سطر أو سطرين أنت عملت إيه في الموضوع ده. دي برضه هتفرق شوية. وطالما السي في أنا حاطه كده، يبقى هو هنا ما كانش فيه برضه أوبجيكتيف، أو ما كانش فيه إن أنا مثلا بعمل إيه. فده برضه يفضل ان انت تبقى حاطه، يعني انت هنا يوزر انترفيس ديزاينر، انت كده المفروض ديزاينر. مش عارف هل هنا قصدك اللي انت كنت يوزر انترفيس ديزاينر اللي انت كنت قصدك شغال حاجه شبه الفرونت اند، ولا قصدك اللي انت ديزاينر اللي انت كنت شغال مثلا فوتوشوب والستريتور اند سو اون. ومثلا هنا كاتب اللي انت موبايل اب ديفلوبمنت انترنشيب، فانا ما بقتش فاهم مثلا هل انت بتدور على حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاينر او جرافيك ديزايننج، ولا انت بتدور على حاجه ليها علاقه بالموبايل اب ديفلوبمنت. فلو انت مش كاتب لي في الاوبجيكتيف حاجه واضحه فملهاش لازمه كده. هي دي الفكره. ففي ناس ما تبقاش عارفه، انا بقى مثلا بضيف الحاجه في السي في اللي انا عملتها كلها، انا عايز ايه اللي هيجي، وده مش صح برضو. ما عنديش مشكله تمام، انت ممكن تعمل سي في اصلا للموبايل ديفلوبمنت وسي في تاني للديزايننج،
وتقدم بده هنا وتقدم بده هنا، احسن من ان انت تحط كله في السي في واحد. ودي برضو وجهة نظري الشخصية. ماشي. م- م- م. ده كده الكومنتس بتاعتي على دوت. لو برضو في حد حابب يضيف اي حاجة يقدر يقولها. ماشي، كلوز ده. ده سي في. ده هنا موبايل سوفت وير اركتكت. ماشي جميل، حلو. الكلام ده الأول حاطط بروفيشنال اكسبيرينس. ماشي جميل، بس كتير يعني كتير قوي إن كل ده يتكتب. يعني ممكن مثلا حتى في بعض الحاجات ممكن تضاف اونلاين، يعني مثلا ممكن كود ريفيو اند فيكسنج باجز حطوا مع بعض. ممكن مثلا ريفامب مثلا او ريفاكتور ذا اولد بروجكت. ممكن احط الحاجات المهمه، مش لازم احط كل حاجه انا عملتها بالتفصيل. زي ما قلنا انا دايما لما بحط حاجه بحط 3 او 2 او 3 بوينتس مهمين جدا، اللي انا شايف ان هم فعلا اثروا في الشغل عندي، والباقي كده كده انا ببدا اعرضه في الانترفيو لما بخش الانترفيو. لكن لو قعدت اعمل في كل حاجه زي كده السي في هيبقى كبير. نفس الكلام برضو على الباقي. ماشي. هنا وبرضو حلو حاطط لينكس بروجكتس عشان لو حد عايز يبص عليهم. جميل. طب هو ايه الفرق؟ انا ما فهمتش برضو. يعني هل ده كان مختلف عن ده عشان ده ريموتلي وده اون سايت؟ دي برضو حاجة يعني محتاجة تتوضح، عشان دي برضو يعني أنا بالنسبة لي كده انت مش عارف انت عملت ايه هنا. فدي وجهة نظري برضو، يعني حاجة زي كده هي كده كده يعني طالما انت شخص سينيور فانا ممكن ما ابصش على الحاجات الاخيره، بس برضه في انكيس ان في حد رخم شويه قال لك انا هبص على كله، وده بيحصل في اوقات كتير جدا. فيعني دي عادي اعمل ميرج الاثنين مع بعض، مثلا هو اي او اس ديفلوبر في 700 ابس، واحط كل الحاجات اللي انا عملتها في بوينت واحده، وان انا اشتغلت مثلا ثواني انت حاطط هنا من 7 2015 ل 4 2017، وبعد كده من 4 2017 ل 8 2017. فدي يعني دي بوينت برضه بسيطه، لكن غير كده يعني ما شاء الله. electronic treatment support engineer quality control engineer. ماشي. انا من وجهة نظري برضو الانترست ما بتبقاش الطف حاجه. هو كده كده حتى لو انت عشان بتقدم في شركات بره، فعشان الكالتشر ميت مثلا وحاجات زي كده، فانت ممكن كده كده في الانترفيو انت بتوضح كل حاجه بالنسبه لك. في اصلا بعض الشركات بتعمل لك حاجه اسمها كالتشر فيت عشان تشوف اصلا انت مناسب معاهم من جزء الكالتشر ولا لا. فدي برضو من وجهة نظري ملهاش اي لازمه خالص هنا. ماشي. البروجيكتس حط الاقوى حاجات او الحاجات الموجوده على الاب ستور خلاص، والباقي تقريبا كان سايبه هنا. فده شيء لطيف، وزي ما قلنا هنا لو خدنا بالنا هو حتى مش حاطط اي ديتس. فدي برضه شيء كويس لان معظم الحاجات دي كانت مع الشركات، او ايفن حتى لو ما كانتش مع الشركات فالحاجات دي اوريدي موجوده على الاب ستور، فالتاريخ بتاعها يبقى موجود على الاب ستور. فده شيء كويس. برضه لاين واحد او تو لاينز على كل حاجه. يعني من وجهه نظري السي في كويس، انا مش شايف فيه حتى يعني اي حاجه غير هي حتى النقطه بس ديت ونقطه الانترست هي اللي ملهاش لازمه هنا. دي بس من وجهة نظري، لكن غير كده انا شايف ان السي في ما شاء الله كويس. لو حد برضه عنده اي فيدباك حابب يضيف اي حاجة يقدر يقول. ماشي كده كده مفيش حد عنده أسئلة.
نقفل دوت. ماشي. هنا أول حاجة reviews، بعد كده هنا ده education nano degree. ماشي، هو ده يعتبر مش education، ده يعتبر courses أو trainings. جميل. ماشي، work experience. م- م. ماشي، skills، بعد كده personal projects. هو أنا بس يعني لو عندي كومنت بسيط هنا هيبقى على بس الجزء بتاع إن دولت ما يعتبروش education قد ما هم courses and trainings. يعني دي وجهة نظري. الإديوكيشن هو بيبقى بكالوريوس لو أنت معاك ماستر، أو لو أنت معاك بقى دكتوراه أو حاجة زي كده. دي بتبقى من وجهة نظري في سيكشن الإديوكيشن. أي حاجة غير كده بتبقى اسمها courses and trainings مش education. فده كان يبقى يفضل مثلا لو ليه سيكشن separated لوحده وفي حاجة زي كده. برضه يعني لو في سيكشن الأوبجيكتيف، أنا في بعض الناس أنا كنت صريح برضه مش فاكر لما عملت كات للداتا اللي فوق كان في سيكشن أوبجيكتيفز ولا لأ. فمش فاكر حاجة زي كده. بس لو ما كانش فيه لا هيبقى يفضل ان هو يضيف مثلا سيكشن الاوبجيكتيف بيوضح برضه هو عايز ايه، وهو اكسبيرينس قد ايه، وبيعمل ايه في الكارير بتاعه. فدي برضه كانت تبقى افضل شويه لو كنا عملنا حاجه زي كده. وبرضه شيء لطيف انه عامل بروفايد لكل اللينكس بتاعت السيرتيفيكتس بتاعته عشان لو حد عايز يبص عليها. ايمج شارمني. ماشي ماشي. م- م- ماشي، يعني دي وجهة نظري عن ده. مش عارف هل في صورة تانية ريليتد بيه. تعالوا كده نبص. يا هو ليه في بعض الحاجات ما تعملهاش كروب؟ تعالى كده ناخد احنا سكرين شوت من دوت عشان نقدر نشوفه معانا. بسم الله. لو في حد برضو عنده كومنت على أي حاجة هنا، في حاجة أنا مش شايفها حد شايفها أفضل مني، يقدر برضو يوضحها. ماشي، نقفل ده ونقفل ده. طب في حد زهق من اللي احنا بنعمله ده؟ حد عنده طريقة أفضل نقدر نعمل بيها حاجة زي كده؟ ماشي زي الفل. ده هنا معانا حد تاني. نرجع برضو لنفس مشكلة السمري الكبير جدا. يعني هو يفضل يبقى حاجة بسيطة، يعني سطرين بس أو سطرين ونص، لو ماكسيموم أقفلهم التلاتة. لو حد حابب يقفلهم تلاتة بيوضح الواحد عنده كام سنة خبرة ومحتاج إيه أو بيدور على إيه كجوب إيه مثلا. بس كده، ده هيفرق جدا جدا جدا. هنا ده مثلا الاكسبيرينس. جميل. ماشي. الإديوكيشن كده كده. آه I don't think اللي محتاجين نحط التكنولوجيز هنا. لو هنحط التكنولوجيز هنا يبقى مش هنحتاج نحطها في التكنيكال سكيلز. فاحنا بما ان احنا حاطين معظم الحاجات اللي هنا في التكنيكال سكيلز، فانا مش محتاج احط التكنولوجيز هنا، سبيشالي ان كده كده مكتوب سينيور اي اس سوفت وير. فبالنسبه لي انا كسينيور اي اس سوفت وير، الحاجات دي في اي سوفت وير انجينير مثلا مش كلها طبعا، تختلف حسب كل بوزيشن،
حسب التايتل، بس هي اوريدي كده تبقى مضافه في التكنيكال سكيلز، فمش محتاج ان انا اضيفهم كلهم هنا. ماشي، هو في كام لاين بيوصف بيهم هو عمل ايه. جميل. هنا برضو نفس الكلام، هنلاقي برضو ان في كلام هنا متعاد هنا، عارف ان دول تو جوبس مختلفين، بس برضو ما يفضلش ان حاجه زي كده تبقى موجوده. على الاقل بنافويد ان انا ابقى بريبيت نفس الكلام، دي برضو من وجهه نظري أنا. فده كده في الجزئيه ديت. نيجي هنا ده سيم برضو، انا من وجهه نظري هو مش محتاج التكنولوجيز. هو لاين او تو لاين بيوصف انا عملت ايه، حلوين جدا. نيجي هنا لجزء الاندرويد، انا زي ما قلنا مش محتاج اشرح كل حاجه انا عملتها ايه في الاندرويد، انا بس مجرد لان دي حاجه مش ريليتد بالاي او اس، فانا اروح كاتب بس ان انا اشتغلت اندرويد وهشيل السكشن ده كله، مش محتاج مني اي حاجه. فانا كل اللي اعمله ان انا هسيب بس انا اشتغلت اندرويد سوفت وير في الشركه كذا من وقت كذا لوقت كذا. ده ليه؟ عشان لما حد يجي يقول لي طب انت لما مثلا اتخرجت، ده لو حد في الاول بالنسبه لنا هنا ده السي في بتاع شخص سينيور وخبره 6 سنين، فما حدش يقول له طب انت ليه لما في اول شغل خالص بعد ما اتخرجت عملت ايه واشتغلت فين. بس ده بالنسبه لاي حد متخرج جديد واشتغل مثلا على سبيل المثال 6 شهور في حاجه زي الاندرويد وفكر يعمل شيفت لحاجه زي الاي او اس، بيضيفها عشان لما يجي يتسال طب انت عملت ايه من بعد ما اتخرجت لحد دلوقتي، هتقول انا كنت بحاول مثلا اخش في تراك الاندرويد وخدت فيه انترنشيب في الوقت ده. ده تفرق شويه برضو في حاجه زي كده. ده بالنسبه لدوت. بالنسبه للتكنيكال سكيلز ماشي، بس بالنسبه ده اللي كنت بتكلم عليه، اللي هو هنا حاطين حاجه جنب بعضيها بنوفر المكان قدر الامكان، وفي نفس الوقت شكلهم واضح، الحاجات في بوينتس، فانا عارف ان دي البوينت دي سويفت، وعارف ان البوينت دي اوبجيكتيف سي اند سو اون. هنا في السوفت سكيلز انا زي ما قلنا مش محتاج الكلام ده كله، خصوصا ان انت حد سينيور، فالمفروض الليدرشيب دي طبيعي، البيشنس الكلام ده كله طبيعي يبقى عندك. وده لاي بوزيشن، يعني لو انت مثلا شخص سينيور فطبيعي الحاجات دي تبقى عندك، لو واحد تيك ليد طبيعي الحاجات دي تبقى عنده اكتر واكتر، لو حد اصلا جونيور لا طبيعي يبقى فاست، مستني منه يبقى فاست ليرنر، او مستني منه اللي هو مثلا يعرف يبقى ادابتبل، هبقى مستني منه اكتر من حاجه. فالحاجات دي مش محتاج اللي انت تبقى كاتبها، خصوصا الحاجات دي برضو بنكتشفها لا اما من خلال الانترفيو، لا اما من خلال اول كام شهر ليك اصلا في الشغل اللي هو الاندر بريبريشن بيريود، فمش محتاج ان انت تكتب حاجه زي كده تماما. وهنا في الاخر في البروجكتس. جميل، انا شايف ان برضو السي في كويس جدا ما شاء الله برضو، يعني هو بس لو عرفنا نقلل من دي شويه ونشيل الجزء بتاع السوفت سكيلز ونشيل الحاجات الريبيتد اللي موجوده هنا، هنلاقي في الاخر ان السي في برضو بدأ ينقص معايا، ممكن يوصل صفحه ونص، ممكن لو عملناه separated in in the same page بس separated ل 2 columns او 2 sections، هيبقى معانا صفحه واحده عادي خالص ما فيش فيه اي مشكله. لو حد برضو عنده اي كومنت او حاجه حابب يضيفها هنا يقدر يقولها، او سؤال بقى يعني مثلا انا حاجه ما خدتش بالي منها يسالني عليها. طب هو باشمهندس، هو هنا اشتغل اندرويد سوفت وير من تاريخ اوجست 2017، واي او اس في برضه في نفس التاريخ وبنفس في نفس الوقت. هل من الطبيعي ان هو يتكتب اصلا في السي في، او ان هو يشتغل في حاجتين يعني اندرويد واي او اس في نفس الوقت؟ طيب. انا خدت بالي فعلا، ما كنتش واخد بالي فعلا. لا هو مش صح، مش صح. قبل كده كنت حتى في توك مع باشمهندسه ايه لو حد فاكرها، كانت قايله اللي هي كانت اتلخبطت وحطت اللي هي اشتغلت في مكانين في نفس الوقت. انا عارف ان ده نفس المكان لا حد علق، بس هي الفكره ان انت شغال في مكانين at the same time، او ان انت شغال بتعمل نفس الحاجه. انا عارف ان ممكن مثلا يكون الروت بتاعك اللي انت اي او اس واندرويد في نفس الوقت، كان ممكن تكتب موبايل سوفت وير انجينير مش اندرويد واي او اس. لو ده فعلا انا ما اعرفش برضو، يعني صاحب السي في ما اعرفش هل فعلا كان شغال الاثنين في نفس الوقت ولا لا، ولا دي غلطه ولا اي حاجه زي كده. بس لو ده كده كان حصل، فانت الفكره هنا كلها تكتب اللي انت موبايل سوفت وير انجينير، وتكتب في الاتشيفمنتس او الريسبونسابيلتيز اللي انت كنت شغال بالتو تكنولوجيز اي او اس اندرويد. في بعض الناس بتشتغل في الشركات، انا عارف حاجه زي كده، اي او اس واندرويد نيتف، فممكن دي كانت تتوضح، كانت تبقى افضل شويه. فدي فعلا انا ما خدتش بالي منها. هنا بعد كده كان من شهر مايو 2018
بعديها بفترة، فممكن يكون فعلا حصل لخبطة. بس يعني دي فعلا نقطة كويسة. لا، هو ما ينفعش اكتب ان انا اشتغلت حاجتين at the same time كتو separated jobs. الفكرة في كده. في حد تاني لاحظ حاجة انا ما خدتش بالي منها؟ جميل. نقفل دوت. مش عارف هو ده كده خلص ولا في حاجة تانية. ماشي، في ده وفي هذا معانا. ده كده خلص ده كمان، فده كده برضو مش معانا. فده last one تقريبا. دول اللي فاكر اللي هم جولي. ممكن يكون وقعت حاجة منهم عشان كان في ناس كتير بعتها برضو. هنا internship professional experience. ماشي. participate in iOS development bootcamp. ده ما يعتبرش professional experience. ده يعتبر bootcamp، يعتبر كtraining أو courses more than professional experience. يا جماعة professional experience internship أو شغل فقط لا غير. هنا ماشي. uplink uplink uplink. زي ما قلنا أنا من وجهة نظري البسيطة جدا إن أنا كنت ممكن أعمل ده يبقى هايبر لينك، لما كليك عليه يودينا على طول وتبقى دوت امبيدد جواه. يعني ده من وجهة نظري أفضل. هو السي في كويس وكل حاجة. يفضل كنت برضه نضيف في الأول نفس الجزء بتاع الأوبجيكتيف، اللي هو ان انا مثلا فريش اي او اس انجينير، ويبقى سيرش مثلا او بسيك لنيو جوب في الفيلد competitive company او something just like that يعني. فدي كانت هتبقى حاجه افضل لو كنا عملنا حاجه زي كده. غير كده هنا فعلا يعني هو حاول قدر الامكان يخليه مختصر مفيد، فده شيء كويس مفيش فيه اي مشكله. كل بس اللي يفرق اللي انت هتاخد البوت كامب دوت وتضيفه مع الكورسز هنا، بس كده. دي وجهة نظري. في أي حاجة تانية؟ هنا دوت اتنين. ماشي. وده بعد كده to present. ثواني، من 10 22. ممكن لو برضه حاجة تانية عشان لاحظتها قبل كده. أنا ما بتكلمش عن صاحب السي في تحديدا، بس لو فعلا الانترنشيب اوكي 3 مانث فتبقى 10 11 12. فبريزنت ديت معناها ان انت مثلا بعت لي السي في مش ابديتد. انا ما بتكلمش عليا انا، كان لو انت بعته لاي شغل بعد كده هيفرق معاك. انا قبل كده كان في حد بعت لي السي في كان تقريبا نسي الانترنشيب موجوده فيه من مش عارف من 2018 لحد 2022 حاجه زي كده. فانا لما شفت ده ما كانتش دي للاسف، ما كانتش غير دي اللي موجوده، فملفته للنظر. فانت تاخد بالك برضو من التواريخ، انت سايب ايه او كاتب ايه، لان مهما كان ما فيش انترنشيب بتقعد 3 سنين مثلا او بتقعد اكتر من 6 شهور. فلو لقيت ان انت فعلا الانترنشيب بتاعتك خلصت اعمل ابديت للسي في بالاند ديت عشان ما تبعتوش وهو مش ابديتد. يعني دي مش افضل حاجه برضه. ممكن حد يفتكرك ان انت بتهزر، انت مش مهتم، بس انت ما عدلتش السي في بتاعك اللي انت بتقدم بيه على شغل، ومعنى انت فعلا مش مهتم بالسي في ده. ففي ناس بتبص لها بالطريقه دي. ده كده كان برضو اخر حاجه. لحد برضو عنده اي كومنت على اي حاجه زي كده؟ جميل. في بعض الاوقات بعض حد يقول لي طب هنا هو كاتب بوينتس كتيره في حاجه زي كده. لما السي في فعلا ما يكونش كبير وما يكونش انت شايف ان في حاجه مثلا مش متضافه فيه او مش عارف تضيف حاجه فيه بشكل كتير، ما فيهاش مشكله ان انت تكون ضايف اكتر من حاجه زي كده. انا بتكلم لما السي في يبدا حجمه يكبر، مش محتاج ان انت تكتب كتير في كل حاجه. لان لما حجمه بيكبر معاك انت اشتغلت في اكتر من مكان، عديت باكتر من اكسبيرينس، معنى كده ان الموضوع كويس شويه. الموضوع ماشي ان انت شغال في اكتر من مكان. تقدر تقلل الجمل اللي انت بتكتبها، الرول بتاعك في كل مكان كان عامل ازاي. بس ده كده كانت آخر حاجة عندي. أنا مش فاكر إن في حاجة تانية غيرهم. جميل. إحنا ممكن نوقف شيرنج. أنا هقول بس يعني بعض الكومنتس على بعض الحاجات. أول حاجة أهم حاجة، ودول قلتهم قبل كده برضو وكده كده هسيب لكم اللينك في الديسكورد، إن الإيميل يبقى بروفيشنال. تاني حاجة السي في لما حد يبعته يكون مبعوث بي دي اف، ما تبعتوش كدوكيمنت اللي هو ما يبقى not editable. تالت حاجة إن أنا دايما بحاول أخلي الحاجة as short as I can.
ان انا مثلا يبقى عندي الستبس بتاعت زي ما قلنا مثلا تبقى هم 1 2 بوينتس 3 بوينتس ماكسيمم، ما اقعدش ازود في الكلام. نفس الحاجه قلنا الكالر ماتشنج، ان انا يبقى مثلا ما يبقاش لون اصفر مع ابيض، مش حاجه حلوه للعين. مثلا ما الاقيش الوان بقى لبني واخضر واصفر، مش حاجه لطيفه اللي احنا نبقى شايفينها. في ايه تاني؟ اه الايمج. مش لازم تحط ايمج في السي في. انا من وجهه نظري ان انت واحد اوريدي راح تشتغل كتكنيكال، فانا مش محتاج ان انا احط ايمج. انا برضه ما زلت شايفها ان الايمج دي لما اكون انا هشتغل موديل او حاجه زي كده، انت اوريدي مش بتقدم اصلا على البوزيشن كموديل او حاجه زي دي. ممكن تحط ايمج، لو هتحط تبقى ايمج بقى بروفيشنال، واحد مثلا لو انت راجل تبقى لابس بدله ومش عارف ايه وكده، لو بنت مثلا تبقى لابسه لبس فورمال ومتصوره بيه. لكن بقى لا حد مصور لي سيلفي ومش عارف ايه وكده، دي مش افضل حاجه اللي انت تحطها في السي في. ده نون بروفيشنال اتول، عشان ما حدش يقول لي ده بروفيشنال. جميل. دي كده بعض الكومنتس اللي كانت برضو عندي على معظم السي فيز اللي شفتها. الايميل زي ما قلنا يبقى اوفيشال، ما الاقيش سوسو توتو الكلام ده، ده مش افضل حاجه. دايما 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 حاول لما تيجي تبعت السي في يكون في معاك كفر ليتر توضح بيها بقى زي كده. يعني مثلا ممكن يبقى باراجراف محترم كده، انت مين وبتعمل ايه وعدد سنين الخبره، ومثلا باختصار شديد مثلا اللي انت على سبيل المثال انا لما بقول ان انا تيك ليد، بقول ان انا عديت بخبره كذا كذا كذا، ومثلا شغال حاليا في كذا، بدي زي بريف سريع عن نفسي في باراجراف كده محترم. فدي برضو حاجه تانية. برضو كده كده هسيب لكم زي الباراجراف دوت، هكون سايبه في الديسكربشن ان شاء الله بتاع الفيديو، هبعت لكم على الريسورسز كده كده على الديسكورد. دي كده كان بعض الكومنتس اللي عندي، لو حد برضو حابب يضيف حاجه تانية يقدر يضيفها، لو مفيش يبقى كده السيشن خلصت والميتنج بتاعنا خلص. باشمهندس، اه اتفضل. هو بالنسبة لو حد مثلا بيقدم على بوزيشن مثلا سبرينج باك اند، هو مثلا في السكشن بتاع البروجكتس المفروض يكتب مينيمم كام بروجكت ومينيمم كام سبرينج بروجكت يستخدم فيه سبرينج يعني. بص هو زي ما قلت لك هو مفيش مينيمم. هو على سبيل المثال انا مثلا واحد انا حطيت 2 بروجكتس مثلا، او انا اشتغلت على 2 بروجكتس فخلاص هضيفهم. لكن انا بتكلم على سبيل المثال انا واحد اشتغلت مثلا على 12 13 بروجكت، فانا بختار اقوى حاجه منهم. الحاجه فعلا على سبيل المثال مثلا في ناس بتقيس بعدد الداونلودز، في ناس بتعمل حاجه زي كده. فانا لما اجي اختار مثلا انا هحط ابلكيشن واخد داونلودز كبيره جدا، احط ابلكيشن تاني مع شركه مالتي ناشونال، احط مثلا ابلكيشن تالت مثلا انا شايف ان ده قوي في الحته بتاعته، فدول ان انا هبدا بيهم. الباقي مثلا احط اتنين اربعه مثلا او خمسه، انا كده معايا 5 ابلكيشنز مثلا في السي في. طب هل العدد ده انا ملتزم بخمسه؟ ملتزم باربعه؟ لا، هو انت ملتزم بحجم السي في انت حاطط فيه ايه. فاهمني؟ في مثلا حد كان سينيور كنا لسه معدين على السي في، عمل تقسيمه حلوه، كان حاطط مع كل شغل هو كاتبه كان حاطط في الاخر كده في لينك، مش عارف هل ده كان لينك الشركه ولا لينك البروجكت اللي هو شغال عليه. فانت ممكن برضو تقسمهم، لا مثلا في الشركه دي انا مثلا اشتغلت على بروجكت 1 2 3، وتحط اللينكس بتاعت البروجكت ديت. يبقى في سيكشن تاني مثلا في بروجكت تحط مثلا الهايلايتد بروجكتس مثلا. فاهمني؟ دي مش بتعتمد على مينيمم معين، قد ما بتعتمد على مثلا انت عايز تخلي حجم السي في بتاعك عامل ازاي. فاتمنى كده ان اكون جاوبت على السؤال بتاعك يعني. اه تمام. جميل. اي اسئله تانيه؟ تمام شكرا يا يا باشمهندس على خلاص. المجهود. خلاص جميل، الشكر لله. تمام كده، اتمنى تكون السيشن كانت لطيفه والميتنج كان لطيف يعني، واتمنى تكونوا استفدتوا. ويا ريت الناس برضو اللي كانت بعت السيريز لو كده شايفه ان هي فعلا استفادت، ومش قصدي او كومنت بهاجم بيه حد في السي في، عشان برضه نبقى واضحين يعني. انا كنت بقول ان دي تبقى وجهه نظري، وان شاء الله يعني يبقى ده افضل من خلال لما يقدم في اماكن تانيه. هوقف كده ريكوردينج واشوفكم على خير بقى ان شاء الله.